المشاهدون الأكارم أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بالعناوين. أوضاع جيدة للمواشي في أغردات. مستشفى حزحز يحقق خدمات صحية ملموسة. نفير التنمية يسهم لنمو الموارد الطبيعية في علا برعد. ارتفاع حصيلة قتل الشبكات المنطقة الخضراء إلى 30 شخصا. إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بأجهزة طارد مركزي متطورة في نطنز. وألمانيا تكشف عن خطة لتأسيس نظام دفاع جوي جديد لأوروبا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أفاد أصحاب المواشي وخبراء الزراعة في مديرية أغردات أن المواشي في وضع جيد لنمو المراعي ووفرة المياه لهطول أمطار متواصلة. وأوضح أصحاب المواشي بأن وجود الكلى والمياه عن قرب ساعد كثيرا في إنتاجها. وذكر خبير الثروة الحيوانية السيد عثمان محمود وجود أكثر من 360 ألف رأس من المواشي في مديرية أغردات ترعى في مساحة أكثر من 5000 هكتار، وتوجد المواشي في وضع أفضل لنمو المزارع ووفرة المياه. ودعا الاستفادة من هذه الوفرة لتخزين الحشائش لموسم الصيف وتوخى الحيطة من الأمراض الحيوانية. ذكر المدير الطبي لمستشفى حزحز في أسمرة تطور الخدمات التي يقدمها المستشفى لتصليحه بالمعدات والكفاءات البشرية. وأوضح الدكتور تسفى سلاسي أيوب أن معدات تشخيص أمراض الكبد والكلى والرئة وغيرها وتحاليل الدم التي أدخلت هذه السنة في المستشفى بالإضافة إلى معدات التشخيص بالموجات الصوتية والعلاج الطبيعي أحدثت تطورا كبيرا في العمل. وقال إن القدرات البشرية المتخرجة من الكليات الطبية تساهم كثيرا في سد النقص في الكفاءات الطبية، فضلا عن بدء خدمات طب العيون والقلب والصلب والطب النفسي والعلاج الطبيعي وغيره. وعرب المهنيون الصحيون الشباب العاملون في قسم الأمراض الباطنية عن الارتياح لخدمة الشعب الذي علمهم. ويتلقى في مستشفى حزحز 1069 مرضى الإيدز أدوية الإطالة ومتابعة مجانية ل 5731 من مرضى السكري و4433 من مرضى ضغط الدم و205 من مرضى القلب. أعلن مكتب وزارة الزراعة في مديرية علا برعد بأن أنشطة النفير لحماية التربة وحفظ المياه التي شملت بناء المدرجات والحواجز المائية وهطول غزير للأمطار ساهمت في نمو الموارد وامتلاء السدود والحفائر بالمياه. وأوضح مسؤول المكتب السيد السلطان قايم أن أنشطة النفير الشعبي بدأت هذه السنة من شهر يناير لبناء المدرجات والحواجز المائية. وأشار إلى وجود 12 سدا و7 حفائر في المديرية حجزت ستة منها نحو 1,000,000 متر مكعب مياه لخلوها من الطمي، ويجري إزالة الطمي من السدود الأخرى لحجز المياه الجيدة وتنمية المياه الجوفية. وذكر إعداد أكثر من 227 ألف حفرة بالنفير وغرس 65 ألف شجرة، ولا زالت أعمال التشجير مستمرة. وأشاد مدير ضاحية عد بربرة السيد جابر أندول بالمشاركة الشعبية الواسعة في النفير التنموي الذي تحقق نتائجه على الأرض عاما إثر آخر. وأكد المشاركون في النفير على مواصلة العمل لنتائجه الجيدة. تبرع أعداء الشرطة الإريترية من المكتب المركزي وفروع إدارات الشرطة بالدم اليوم 30 من أغسطس.
وقال رئيس فرع جمعية المتبرعين الطوعيين للدم في المكتب المركزي للشرطة السيد الدخل هبتة وسكرتير الفرع السيد مبرهتو تسفلدته أن أعضاء الشرطة يتبرعون بالدم بانتظام منذ 7 سنوات. من جانبه أوضح مسؤول خدمات تبرع الدم في بنك الدم الوطني السيد محاري أبراهام أن تدعيم شرطة إريتريا جهودهم لضمان السلامة بالتبرع بالدم لإنقاذ الحياة يعكس تفانيهم وعهدهم. وأشار مكتب العلاقات العامة في شرطة إريتريا وجود أعضاء في الشرطة تبرعوا بالدم ل30 مرة. تلقى 403 شابا من مديريتي سجنيتي وميعيني في الإقليم الجنوبي دورة تدريبية من شهر إلى 6 أشهر. واشتمل التدريب الذي قدم ل193 شابا في مديرية سجنيتي اشتمل على صيانة الأجهزة الإلكترونية والنجارة والإسعافات الأولية والدراما والرقص وتركيب اللاقط الهوائي والموسيقى وتصفيف الشعر. وشارك في التدريب الماثل المقدم في بلدة ميعيني 210 شابا. ودعا مدير مديرية ميعيني السيد أحمد عثمان الشباب إلى الاستفادة من التدريب لتطوير القدرات بالعمل التطبيقي. من جهة أخرى تقوم أكثر من 500 من عمال المؤسسات الحكومية والسكان في مدينة سجنيتي في نفيرين نظموه بصيانة الطرق التي جرفتها السيول والتي تعيق حركة مرور السيارات. ألحقت العواصف المطرية في ضاحية أنبا خواخات في مديرية عد قيح في إصابة بشرية وأضرار في الأرواح والممتلكات. وفادت الأنباء الواردة من هناك بأن العواصف المطرية تسببت يوم 25 من أغسطس في إصابة شخصان بجروح وانهيار منزلين واقتلاع 140 شجرة. ولحقت أضرار جسدية في فتاة تبلغ 16 عاما في عد معدو ربا واقتلاع أكثر من 50 شجرة. نشرتنا لا زالت مستمرة من تلفزيون دولة إريتريا لكن بعد الفاصل. أهلا بكم. على الصعيد العالمي أفاد مصدر طبي عراقي بأن 30 شخصا قتلوا وأصيب 700 آخرون جراء الاشتباكات التي شهدتها المنطقة الخضراء ببغداد بينهم 110 من أفراد القوات الأمنية. واستفاقت العاصمة العراقية بغداد على أصوات اشتباكات متقطعة وانفجارات بعد يوم دام عقب إعلان زعيم التيار الصدري معتدى الصدر اعتزال العمل السياسي. وشهد العراق في الساعات الأخيرة تطورات أمنية وسياسية متلاحقة، إذ أخرجت القوات الأمنية بالقوة أنصار الصدر من داخل القصر الحكومي والساحات المحيطة به، وفرضت حظرا للتجول في جميع المحافظات. واندلعت الشباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة داخل المنطقة الخضراء. وقد تعرضت مقرات في منطقة البلديات الشرقي بغداد لهجوم بقذائف أربجي. وفادت مصادر مطلعة بوجود مفاوضات بين مسؤولين حكوميين وقادة في الإطار التنسيقي والتيار الصدري للتوصل إلى اتفاق يجنب البلاد الانزلاق نحو دوامة العنف. وقال الرئيس العراقي برهم صالح أن دم العراقيين خط أحمر. وقد أعلنت رئاسة الوزراء تعطيل الدوام الرسمي في جميع المحافظات. أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه رويترز أن إيران تمضي قدما في تحديث برنامجها المتقدم لتخصيب اليورانيوم، حتى في الوقت الذي ينتظر فيه الغرب رد طهران على مساعي إنقاذ اتفاقها النووي المبرم عام 2015. وقال التقرير إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم باستخدام واحدة من 3 مجموعات من أجهزة الطرد المركزية المتطورة التي ركبتها طهران في الآونة الأخيرة في محطة التخصيب تحت الأرض في نطنز.
وتستخدم إيران منذ أكثر من عام أجهزة الطرد المركزي من طراز IR-6 لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، القريبة من درجة النقاء اللازمة لصنع أسلحة في محطة فوق سطح الأرض في نطنز. وبعد محادثات غير مباشرة استمرت أكثر من عام، قالت إيران إنها سترد قريبا على أحدث التعليقات الأمريكية بشأن نص يعد حلا وسطا قدمه الاتحاد الأوروبي الذي ينسق المحادثات. اقترح المستشار الألماني أولاف شولتز تأسيس نظام دفاع جوي جديد مع جيران بلاده الأوروبيين، كما أعلن عقد مؤتمر دولي لمناقشة إعادة إعمار أوكرانيا. وقال شولتز في خطاب ألقاه في جامعة كارلوفا تشارلز في العاصمة التشيكية براغ إن إنشاء نظام مشترك سيكون مكسبا أمنيا لأوروبا بأكملها. وأضاف أن مثل هذا النظام سيكون أقل كلفة وأكثر قوة مما لو أنشأت كل دولة دفاعا جويا خاصا بها ومكلفا ومعقدا للغاية. وأعلن أن ألمانيا ستستثمر بشكل كبير في الدفاع الجوي في السنوات المقبلة، موضحا أن نظام الدفاع الجوي الجديد يجب أن يصمم من البداية بطريقة يمكن أن يشارك بها الجيران الأوروبيون. الخبر الأخير في هذه النشرة: لإحياء ذكرى ضحايا النزاع المسلح في كولومبيا، اجتمع الآلاف من الموسيقيين من مختلف المدارس الموسيقية والأوركسترا في سيمون بوليفار بارك في بوغوتا، اجتمع لإحياء أكبر حفل موسيقي في العالم. الحدث الذي ضم حوالي 16,000 موسيقي لتقديم 6 أعمال موسيقية مختلفة يأتي بمناسبة تقرير يبحث في انتهاكات حقوق الإنسان خلال النزاع الكولومبي. فاصل نهاية النشرة، إليكم أبرز العناوين. أوضاع جيدة للمواشي في غردات. مستشفى حزحز يقدم خدمات صحية ملموسة. نفير التنمية يسهم لنمو الموارد الطبيعية في علاب العد. ارتفاع حصيلة قتلى الشبكات المنطقة الخضراء إلى 30 شخصا. إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متطورة في نطنز. وألمانيا تكشف عن خطة لتأسيس نظام دفاع جوي جديد لأوروبا. انتهت النشرة، إلى اللقاء.